أسعد الله مساكم بكل خير. مبروك الفوز على الفيصلي، خطوة مهمة نحو اللقب، لا تعني بالضرورة الفوز ببطولة الدوري. ولله الحمد، الجميع مدرك داخل النادي الأهلي، جماهير، إعلام، منسوبي النادي، لاعبين، أن البطولة لا زالت في الملعب وتحتاج إلى جهد أكبر. هناك حقيقة يجب أن يعيها الجميع، وهو أنه نعم النادي الأهلي يحتاج إلى الرجوع إلى بطولة الدوري، ولكنها ليست منتهى الطموح على الإطلاق. أقول هذا الكلام لأضع حد لمحاولة بعض الإعلاميين من الأندية الأخرى تقزيم النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي كبير، وبطولة الدوري ليست همه، فقد حققها منذ البدايات. البعض الآخر يعزف على وتر أن النادي الأهلي موجود في الصدارة بفضل لأندية أخرى. هذا الكلام مردود على أصحابه. الجميع يحاول أن يخدم نفسه فقط. منطق في الحقيقة ناقص، لأن الأهلي والهلال تجاوزت خسارتهما العشر نقاط، وبالتالي وفق ما يقولون فالفضل هنا يعود لعدة أندية. لا يوجد ما أوصي به الأهلاويين أكثر من تذكيرهم بأن هناك ستكون هجمة إعلامية شرسة ومنظمة ضد ناديهم، يجب أن يتجاوزوها بالتطنيش. ثم أوصي جماهير النادي الأهلي، الوقت لا يسمح على الإطلاق بتقريع اللاعبين، ندفعهم إلى الأمام بالتشجيع وليس بالنقد. وفالكم البطولة إن شاء الله.